يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. اخباركم يا حبايب قلب؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. شايفين الجمال يا بنات؟ شايفين الفطير يا سيدي؟ يا سيدي حاجة كده لوز اللوز يتحدث عن نفسه. من تحت 10/10 والله، والتسوية كانت جميلة ومورق وجميل. طبعا الفطير سخن يا بنات، انا مش عارفة امسكه، انتم ملاحظين ماسكاه بالشوكة لاني لسه خارج من الفرن حالا، وكان لازم اصوره لكم كده، لان انا لو سبته 10 دقايق كمان مش كنت هلقاه. بألف هنا وشوف لكل اللي كان منه يا رب. بنعمل فطير فلاحي بقى بالسمنة كده، حاجة يجنن يجنن. طبعا الفطير ده عشان خاطر حبيبة قلبي حورية القمر، قالت لما تنزل عندنا مصر هتيجي تاكل عندنا فطير، واحنا قلنا لها لازم نعمل لها فطير الشرقاوية اللي ايه بيخلي العجوزة صبية. فيلا بقى نسمي الله كده ونبتدي مع بعض، ونقول لكم طريقة الفطير وطريقة فرد جميلة. واتمنى حبايب قلبي بالله عليكم يا بنات حطوا لي اللايك عشان خاطر القمر ده. شايفين بغاشة بغاشة والله العظيم بغاشة، من بره مقرمش وجميل ومن جوه طري كده وحاجة لوز اللوز. يا سيدي على الجمال والدلع، احلى دلع يا بنتي يا دودة، تسلم ايدك يا رب. حطلنا لايك حلو يا احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات، وكومنت جميل كده يفتح نفسي بالله عليكم، عشان ان شاء الله ربنا يسلمنا الحال ونكمل ونكبر مع بعض باذن الله، وقناتنا تكبر بيكم اللهم امين يا رب، يا احلى عيله واحلى اخوات في الدنيا. هنا طبعا انا عجنت الفطير وجهزت كل حاجه، وقلت بلاش اطول عليكم لان عجينه الفطير سهل جدا زي ما انا معوداكم. عباره عن الميه والدقيق وشويه سكر وشويه ملح، والسكر ده حاجه اختياري، عايزه تحطيه حطي، مش عايزه انت حره. وذره ملح، بسكه ملح صغيره كده بين صوابعينك كده. وبنعجن، بس التكه الحلوه جدا في العجين بتاع الفطير اللت يا بنات، لت العجين بتاع الفطير كويس، يديكي عرق كويس، تطلع معاكي الفطيره مورقه حلو، تعرفي تفردي من غير ما يتقطع منك، يكون فيها عرق. تعرفي كل ما تفردي كل ما العجينه تمشي معاكي زي الاستيك كده، بتمط معاكي، مش تتقطع منك ولا حاجه، تحسي ان انت بتفردي في البانه. واخدين بالكم؟ والله بنفس الطريقه كده. لته كتير يعني 10 دقايق 15 دقيقه، انا بقعد الت فيه، كل ما انا فيا حيل بديله والت واديله، مفيش مشكله. بطلع فيه الطاقه السلبيه بيني وبينكم بصراحه يعني. الطاقه السلبيه اللي جوايا كده، عايزه اضرب حد مش عارفه اضرب مين، فبضرب في العجين. فانت طلعت الطاقه السلبيه اللي جواكي كلها، هتدي بنيات وبكسات ودي، طلعي كل اللي جواكي فيه. زي ما انا معوداك، وانا برتاح جدا في العجين، بطلع فيه اللي جواي. يعني ده الايه، المخده اللي بتبقى البوكس ببقى حاطاه بيتعلموا فيها الملاكمه والحاجات دي، ده اللي انا بتعلم فيه انا كمان. المهم عشان ما اطولش عليكم مش هبقى رغايه، مع ان انا عارفه ان انتوا بتحبوا رغي طبعا ولا ايه؟ قولوا لي رايكم كده في الكومنتات. خلينا في الوصفه بتاعتنا يا بنات. انا بعد ما سبت العجينه بتاعتي خمرت، مش خمرت، اسفه انا مش مركزه، لسه صاحيه من النوم. ارتاحت، ولازم ترتاح 10 دقايق اقل حاجه، عشان كل ما تسيبي العجينه ترتاح معاكي كل ما تتفرد معاكي بسهوله جدا، وتلاقيها طريه معاكي وحاجه كده ما شاء الله، تلاقي كل حاجه ماشيه في ايدك زي الملبن، مش في حاجه بتمشي بتقف معاكي. بقطع قطع صغيره، طبعا انا عملته قبل كده بطريقه ماما وقلت لكم عليها، اللي هي الطريقه ان انا بقطع الفطيره قطعه واحده، وبفردها افرد على صينيه كبيره، وبقعد بعد كده بعد ما ارش السمنه بقى اطبق. واكيد حبايب قلبي متابعين قناتي اللي كانوا معايا من قبل كده وشايفين، عارفين طريقتي في الفطير اللي هي طريقه ماما، ربنا يخليها لي يا رب، يعطيها الصحه والعافيه اللهم امين يا رب، قولوا امين يا بنات. ربنا يخلي لنا امهاتنا ما تحرمش منهم ابدا. بفردها حته واحده، وافردها على صينيه كبيره، واقعد افرد واطبق. لكن انا النهارده عامله بطريقه فرد سهله جدا للمبتدئين، الناس اللي ما بتعرفش تعمل فطير. يا جماعه الفطير سهل والله العظيم، مش تعب خالص، وما يخليكيش تقفي على باب فران تجيبي منه فطير ما انتش عارفه نوع الدقيق، ولا انت عارفه الزبده اللي حاططها، ولا انت عارفه هو عامل ايه، ولا الجوده عامله ازاي. احنا طبعا في بيتنا الجوده عاليه 10/10، احنا منضفين الحاجه وعارفين كويس احنا بنعمل ايه، وعشان خاطر اولادنا والحمد لله كل حاجه بتبقى طالعه من تحت ايدينا 10/10. فانت الفطير سهل جدا، من كيلو دقيق واحد ممكن تعملي فطيرتين 10/10. نص كيلو دقيق لو انت مش عايزه تكتري هتعملي تعجنيها زي ما انا بقولك، شويه ميه وشويه وذره ملح وشويه سكر، وتديها ما شاء الله. وبعد شويه تقطعي قطع صغيره زي ما انت شايفه انا مقطعه كده. القطع الصغيره دي انا بغلفها بالزيت واسيبها ترتاح مع نفسها برضو 10 دقايق. هتقولي 10 دقايق كمان يا دودو؟ اقولك ايوه لازم ترتاح يا بنات بجد. يعني احد المتابعين قالوا لي ان مش لازم يرتاح، ممكن يشتغل على طول، بس صدقيني بتفرق لما بتسيبي العجينه ترتاح. شايفه ما شاء الله، بصي بتفرد معاكي بسهوله، جميله جدا، تحسي ان انت ما شاء الله كده بتفرديها ما بترجعش. ليه؟ العجينه مرتاحه تحت ايدك، ريحتيها سبتيها 10 دقايق خدت راحتها، مش عجينه مش مستربعه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك عامله ازاي؟ انا فردت العجينه زي ما انتم شايفين قطع صغنطوطه كده، وحطيت شويه سمنه في الصينيه بتاعتي، وهنزل بايه بالعجينه فيها
طبقات كده، وبين كل طبقه وطبقه لازم نحط شويه سمنه يا بنات. خدوا بالكم بالتكه دي، عشان طبعا هو ده اللي بيخلي الفطير يطلع معاكي مورق وجميل. وما شاء الله اللهم بارك يا رب، بتطلع العجينه معاكي 10 على 10. طالما استخدمت كل التكات الصغيره، لازم نريح العجين، ولازم نلته لت كويس جدا. وطبعا شايفين، انا مش قادره اتكلم، مش لاقي كلمه، هو العجين بيقول بنفسه، العجينه قدام عينيكوا اهي بتتكلم وبتقول مرتاحه جدا وما شاء الله. وايدك بقى وانت بتفردي كده تبقى خفيفه كده على العجين، ريشه ماشيه على العجين، مش يعني اللت والحاجات اللي ورا دي لا، سيبك منها بقى، هنا نتعامل معاها برقه جدا جدا جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك العجينه طالعه عامله ازاي، زي ورق السجاير. واخدين بالكم؟ المهم، انا مش عارفه انا مهيصه النهارده، باين عليا انا صاحيه مبسوطه، ربنا يجعل يوم خير علينا وعليكم يا رب. ورق رفيع جدا ومرة ويطلع معاكي حاجة 10 على 10. هنقعد بقى نفرد في العجين بتاعنا. طبعا ما تنسيش الرخامة بتاعتك تبقى نظيفة ومتنضفة 10 على 10، عشان احنا بنعمل حاجة نظيفة لأولادنا، وربنا يعافينا ويعفو عنا احنا وأولادنا وانتم مستمعين يا رب. اللهم امين يا رب، قولوا امين يا بنات. وحط اللايك، انا شايفاكي اللي ما حطيتيش اللايك. حط اللايك، حط اللايك. انا مش عارفه بتعبكم في ايه، بتعبكم في ايه، بتعبكم في ايه؟ اللايك اللي تعبني ده، اللايك ده تعبني انا شخصيا، يعني انا مش عارفه، ربنا يهديكم. انا عن نفسي والله العظيم ما بخش فيديو الا ما احط اللايك، اصلا مش خسرانه حاجه، مش هخسر لها حاجه. دوسه بايدك كده وانت بتلعبي كده عادي، حط اللايك. والله العظيم العجين الحلو ده يستاهل 100 لايك يا جماعه. شايفين والله العظيم بتفرد معايا ما شاء الله، عامل ازاي؟ ايه الجمال ده يا بنت يا دود. كل ما تريحي العجينه يا بنات، والله دي حاجه اكيد، كل ما تريحي العجينه كل ما تتفرد معاكي بسهوله ويطلع معاكي حاجه 10 على 10. انت ما تقلقيش من الحوارات اللي بتحصل دي كلها، العجينه هيطلع معاكي مورق بقى وجميل وحاجه يا سيدي، يا سيدي. شايفين؟ هنلف بقى كده العجينه بالمنظر ده كده ونطبقها كده، ونسيبها بقى ايه في الصينيه، تاخد معاكي برضو 10 دقايق لما ترتاح خالص. لازم منهم، لازم منهم، احنا مش خاسرين حاجه. انا هسيب هسيبها بالمنظر ده كده. واخده بالك انا لما باجي ابطها دلوقتي مش هتتبط معايا، مش هتتفرد، لكن هتاخدي بالك وانا جايه ابطها في الاخر بتتفرد بكل سهوله كده. انا مرضتش اطول عليك، وعملت الفطيره التانية على الصينيه، وما شاء الله لميتها كلها، فردتها كلها، وخليت الطبقه الاخيره دي كبيره شويه، وسعتها شويه عشان الم بيها العجين اللي تحتها. وجبت الصينيه التانية برضو، وهنزل بيها بشويه سمنه زي ما انتم شايفين كده. طبعا السمنه دي يا بنات انتوا عايزين تحطوا سمنه بزيت مفيش مشكله، سمنه بس مفيش اي مشكله، دي على حسب راحتك انت. انا هسيب دي ترتاح بقى شويه واروح افرد التانية. لازم من الراحه دي يا بنات، الراحه دي والله العظيم بتفرق جدا معاكي. هتشوفي دلوقتي انا بفرد التانية اللي احنا عملناها الاولانيه، هتتفرد معاكي بسهوله جدا، وتلاقي ان كل ما بتتكي عليها ما بترجعش. شايفين ما شاء الله العجينه بتحس انها ارتاحت؟ شايفين؟ اللهم صل على النبي. تسلم ايدك والله يا بنتي يا دود، قولوا لي تسلم ايدك. الفطير سهل جدا وممتع جدا، وانت بتعملي كده تحسي براحه نفسيه. شايفين ما شاء الله بتتفرد، ده عشان احنا سيبينها ارتاحت. والله العظيم سيبي العجينه ترتاح معاكي بتطلع 10 على 10. ما تقوليليش لا مش لازم ترتاح، انا هشتغل على طول، لازم ترتاح. في الفتره دي انا بكون مولعه الفرن بتاعي بيكون سخن، بدخل الفطير على درجه حراره، ويكون الفرن بتاعي سخن. مجرد ما بيدخل بتقرمش كده من بره ومن تحت كده، بيطري من جوه كده، وحاجه لوز اللوز. انا هنا رشيت شويه سكر يا بنات على فكره، عشان عندي في فئه كده بتحب الفطير على السكر. والفطيره التانية فردناها ويلا ندخلها الفرن. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب في الفرن. جميله، الفرن طبعا كان سخن وجميله، السمنه بتغلي عليها، لو انتوا شايفين السمنه عماله تغلي فيها. غليان السمنه ده بقى هيخليه يورق معاكي زياده، كل ما السمنه بتغلي كل ما يورق. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب، بالف هنا وشفا لكل اللي اكل منها. تحفه تحفه تحفه، والطعم اقسم بالله جميل، حاجه ما فيش بعد كده. شايفين؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله. تسلم ايدي، تسلم ايدي، انا جوعت. لا انا هقوم اجيب حته فطيره واكل. جميل جميل جميل. بالله عليكم حطوا لنا اللايك يا بنات، حطوا اللايك لاختكم بالله عليكم، كبروا بخاطر، واتفرجوا على الفيديو مشاهده كامله عشان ربنا يصلح لنا الحال يا رب. الفطير ده بجد يستاهل 100 لايك مش لايك واحد والله. واتمنى اتمنى اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. وببعت تحياتي لحبيبه قلبي حوريه، بقول لها يا ريتك قريبه مني، وانا عملت لك الفطير ومستنياك يا حوريه تيجي عندنا الشرقيه، واحلى فطير لاحلى حوريه في الدنيا. واشوف وشكم على خير يا رب، احلى اخوات واحلى متابعين. مع السلامه.